حقيقي مش هتصدقوا كل الجمال ده معمول من ايه. كملوا الوصفة للآخر وانتوا تعرفوا فكرته من ايه. فكرته حلوة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. كمان نفس الحاجة اللي عملنا منها الوصفة دي هنعمل منها تاني وصفتين في نفس الفيديو. افكار كتيرة قوي هتعجبكم ان شاء الله. يلا كملوا الفيديو للآخر وشوفوا هنعمل ايه. بس ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم تنسونيش باللايك. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما شفتوا كده لو عندكم رقاق لسه فاضل معاكم من العيد اوعوا تعملوا بيه رقاق حادق. مش هنعمله سندوتشات ولا هنعمله بأي طريقة تانية. هنعمله فكرة جديدة وهنعملها حلو كمان. هنعمله بطريقة هتعجبكم ان شاء الله. كملي الفيديو يلا وبسرعة بقى روحي هاتي الرقاق اللي عندك وتعالي نشوف هنعمل بيه ايه. حتى كمان لو كان مكسر برضو هنعمل وصفات تانية من الرقاق المكسر هتعجبكم ان شاء الله. ومش هنرمي اي رقاق فاضل معانا من العيد. وصفتنا سهلة جدا. بس يلا بينا بقى نبدأ بالعسل بتاع اول وصفة. وبرضو هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كوباية الا ربع سكر وكوباية الا ربع مية وكوباية مقاسها صغير زي ما احنا شايفين كده. وعلى طول نضيفهم على بعض ونص ليمونة صغيرة ورشة فانيليا. الكلام ده كله هنقلبه على النار لغاية ما نجهز وصفتنا. نشوف بقى وصفتنا هنعملها ازاي. كوباية لبن نفس المقدار اللي احنا شفناه مع بعض على طول. ونجيب الرقاق. فكرة الرقاق الحادق بس بدل بشوربة ولبن او شوربة بس لا احنا هنا هنعمله باللبن بس. ليه؟ عشان وصفتنا هتبقى حلو بالشكل ده بقى كده. كمية الرقاق كلها هناخدها على الوشين باللبن وهنحطه في صينية مدهونة بسمنة. وكمان نخلص بقى كمية الرقاق كلها مع بعض بالشكل ده. وهنا لينا ان احنا نسويه في الفرن ولينا ان احنا نسويه على البوتاجاز وهنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الرقاقة هناخدها باللبن من الوشين ونخلص الكمية كلها. والسمنة اللي احنا مجهزينها معانا دي هتبقى ما بين الرقاقة والتانية. يعني احنا عملنا الرقاقة باللبن نحط بقى كمية السمنة اللي احنا حابينها بالفرشة بالمعلقة زي ما تحبوا. وبالطريقة دي هنبقى خلصنا أول وصفة. وهنشوف بقى طريقة التسوية مع بعض زي ما قلت لكم ممكن في الفرن وممكن على عين البوتاجاز. أنا طبعا هعملها على عين البوتاجاز بنفس فكرة الكنافة اللي احنا بنعملها على عين البوتاجاز. وهنشوف التسوية مع بعض حالا. وادي هي كمية اللبن اللي أنا حطيتها كفت كمية الرقاق بالظبط. يعني كوباية من اللبن كوباية صغيرة مش مليانة كمان على عدد 5 رقاقات تقريبا. مش هتاخد معاكي اكتر من كده في اللبن. وش وظهر الرقاقة من الجنبين هتبقى حلوة قوي معاكي وهتبقى مظبوطة. والسمنة طبعا يا جماعة لازم نحطها علشان خاطر تظبط معانا في الطعم وفي التسوية وفي التوريقة كمان. فكرتها حلوة قوي وهتعجبكم وطعمها برضو هيعجبكم وحاجة جديدة. واستغلينا الرقاق اللي فاضل معانا من العيد. كمان هنا هقول لكم على تريكات. كملوا الفيديو للآخر علشان نعرف سر الطعم اللي احنا حابينه والنتيجة معانا ازاي وتظبط معاكي ازاي زي ما انت حابة بالظبط. هقولك شوية تفاصيل في التسوية وفي الشربات اللي احنا هنسقي بيه الوصفة بتاعتنا علشان تاخدي الطريقة اللي انت حباها. هنوع معاكي وانت بقى احتاري واختاري. خلصنا كده الكمية كلها وظبطناها على البوتاجاز بقى على طول. زي ما احنا شايفين كده هنسويها بنفس فكرة تسوية صينية الكنافة اللي على البوتاجاز. النار معانا هتبقى نار متوسطة مش عايزين نعلي علشان ما تتحرقش مننا ومش عايزين نوطي قوي. هي الوصفة كده ظبطتها على ان هي تبقى النار متوسطة. تقليب بقى على طول مستمر بالشكل ده مش عايزاكي توقفي. وادي النار اهي زي ما قلتلك علشان تبقي شايفاها. مجرد ما تاخد لون من تحت هبدأ اقلبها الناحية التانية وبرضو بنفس الطريقة علشان تاخد لون من الناحية التانية. وشايفين هنا وهي لسه على النار شايفين التوريقة بتاعتها حلوة ازاي مش لازقة ومش ناشفة ومظبوطة معاكي. هنكمل مع بعض طريقة التسوية وهنشوفها مع بعض. هنا خلاص انا قلبتها وخدت الوش التاني. وهنا تحميرته خفيفة شوية عن اللي انا حمرتها من الوش التاني. انا وريتك خلاص كده التحميرتين وانت بقى اختاري ما بينهم والاتنين حلوين وحسب ما انت بتحبي. هنا كمان لسه طرية معانا وهنشوفها مع بعض هنسقيها ازاي. يلا بقى لو الوصفة فكرتها عجباكي حطي اللايك مش هتخسري حاجة يا ست الكل. وكمان ارفعوا الفيديو يا جماعة علشان القناة تترفع معانا
الفيديوهات بكده توصل لأكبر عدد. يلا بقى نكمل بقية وصفتنا مع بعض. هنا خلاص خلصنا التسوية وشوفناها مع بعض وشوفنا التوريقة كمان، وفكرتها كده عاملة معانا زي فكرة الفطير الحلو اللي بالعسل، وطريقة سهلة مش متعبة، وهتخش في الحر ده تعملي أحلى وصفة تعجبك وهتبقى مرضية إن شاء الله. هنا معلقتين عسل من اللي احنا عملناهم، عشان هنا أنا حاطة جوز هند علشان ما يقعش من على الوصفة. والمكسرات أنا باحبها سليمة كده، حابة تفرميها مع جوز الهند وبالعسل وتبقى كلها مفرومة مع بعض وما تقعش كده من على الوصفة، تمام ما فيش مشكلة، كل واحد زي ما بيحبها. يلا بقى نشوف هنعمل بالعسل ايه كده على الوصفة بتاعتنا. هننزل بيه بالشكل ده على بسيط. انا هنا العسل برد وكمان الرقاق برد. هنا استنيت لما بردوا علشان هعمل بالوصفة دي وصفة تاني برضو، فكرة جديدة هنشوفها مع بعض. طيب لو انت عايزاها كده تمام مفيش مشكلة، بس خلي الرقاق يبقى سخن معاكي والعسل يبقى بارد، علشان خاطر تسقي كده والرقاق يطرى معاكي شوية سيكة عن كده ويبقى حلو معاكِ. ولو بقى أنتِ كمان عايزاه زي الجلاش أو زي الفطير، تقدري تخلّي العسل دافي وكمان يبقى الرقاق معاكِ لسه طالع من الفرن، هيبقى أطرى معاكِ زيادة. يالّا بقى نشوف الوش التاني أو الناحية التانية من صينية الرقاق اللي إحنا قرمشناها شوية وحمّرناها أكتر، وهتبقى معانا بالشكل ده. هنقطّعها بقى التقطيعة اللي إحنا حابينها. أنا حاباها على الناحية التانية اللون الهادي شوية الدهبي، ده أنا حاباه أكتر. وتقطعيها بقى التقطيعة اللي انت حباها، مثلثات مربعات زي ما انت حابة قطعيها، وتبدأي بقى تحطي عليها المكسرات وتقدميها وبألف هنا. ايه رأيكم بقى؟ دي وصفة الرقاق الحلو من لذيذة وسهلة، عملناها من رقاق العيد وخلاص بقى زهقنا من رقاق الحادق ورقاق اللي بلحمة والصواني بتاعة الرقاق دي كلها. لا، فكرة جديدة ورقاق حلو، عملنا حاجة سريعة حلو وتحلية كده جميلة للولاد. في الحر اللي احنا فيه مش هنقدر نقف، مش هنقدر نعمل وصفات تانية، لا دي حاجة سريعة وفي نفس الوقت استغلينا الرقاق اللي فاضل من العيد. ولو عندك كام رقاقة مكسرة ممكن تحطيها برضو في نص الصينية وهتمشي معاكي وهتبقى زي الفل. يلا بقى نشوف كده النتيجة معانا ايه. اهيت معانا جميلة ومورقة وشكلها ذهبي وجميل وطعمها حلو قوي، وإن شاء الله هتعجبكم وتجربوها. ويسعدني طبعا في التطبيقات بتاعتكم تنزلوها لي ونشوفها مع بعض. ويلا بقى كل اللي عنده كمية رقاق فاضلة من العيد مستني ايه؟ قوم اعملوا الوصفة دي على طول وإن شاء الله هتبقى مرضية للجميع. قطعناها مع بعض كده وشوفناها مع بعض اهي، قد ايه هي مورقة شبه الفطير كده، مورقة هتبقى حلوة قوي زي الفطير اللي بالعسل. يلا بقى كمان نشوف فكرة تانية للرقاق معانا هنعمل بيها ايه. حتى كمان يا جماعة لو رقاق مكسر خالص ومش نافع انا بقولك اوعي ترميه، ده كمان لو مش مكسر احنا اللي هنكسره عشان نعمل بيه احلى وصفة هنشوفها مع بعض ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه، وما تنسيش اللايك. ادي الرقاق المكسر معانا اهو، قلنا مش هنرميه، هنحطه كله في الطاسة بالشكل ده، واللي مش مكسر احنا اللي هنكسره زي ما احنا شايفين مع بعض كده. قومي يلا اعملي كمية الرقاق اللي انت حباها، واي رقاق ناعم معانا برضو هنستخدمه في الوصفة، يعني كده مش هنهدر اي حاجة معانا. يلا بقى كمان الشوية اللي على جنب دول برضو هناخدهم، مش هنسيب اي حاجة. ووصفتنا سهلة جدا بس بتكات لذيذة وسهلة، طريقة ان شاء الله تعجبكم وسهلة جدا. طبعا الغلا ده مش هنرمي فيه اي حاجة، وكمان احنا لازم نستغل الافكار بتاعتنا ونعمل وصفات كلها حلوة ومناسبة. نشوف بقى كمية السمنة اللي انت حباها حطيها، نوع السمنة اللي انت حباه حطيه. هننزل بالسمنة على الرقاق وعلى النار على طول هنحمر. هنا وانا بحمر الرقاق الناعم زي ما احنا شايفين كده طبعا هيحمر الاول، هركنه على جنب وابدأ اخرجه عشان ما يتحرقش، واكمل بقية الرقاق تحمير بالشكل اللي احنا شفناه كده. هنخلص الكمية كلها ونجهز بقى الاطباق على قد العدد وعلى قد كمية الرقاق اللي انت حباها. هضيف ايه؟ هضيف سكر، هضيف مكسرات النوع اللي انا حباه، وكمان هضيف لبن بلدي هيبقى فيه القشطة بتاعته. مفيش قشطة عندك
او اللبن مبستر تقدري تضيفيه، وتضيفي بقى شوية قشطة من اللي عندك في التلاجة او معلقتين قشطة من الجاهزين. بالشكل ده الطريقة بسيطة جدا، وطبعا كلنا عارفين عملنا ايه. عملنا هنا ام علي وعملناها من الرقاق، واستغلينا الرقاق اللي عندنا، طعمها هيبقى حلو قوي. وكمان شوفوا وصفة ام علي اللي انا عاملاها معاكم دي هنستغلها ازاي وهنعملها ازاي من غير ما تشرب اللبن اللي احنا هنعمل بيه. كله طبعا بيعمل ام علي ويقول لك الرقاق وهتاخد لبن كتير وهتشرب اللبن وهنضيف لبن تاني. لا، امشوا على الطريقة دي. الرقاق يبقى سخن معاكم، واللبن برضو يا جماعة يبقى دافي، وننزل بيه على الرقاق والسكر والمكسرات والقشطة زي ما شفنا كده، ويدخل على الشواية، مش هنحطه في الفرن. هيطلع بالطريقة دي وهنشوفه دلوقتي مع بعض. ما شربش اللبن، ما زودناش لبن تاني، وهيبقى بالشكل الجميل ده، وهتبقى مرضية جدا عن أي طريقة أم علي أو أي وصفة تانية لأم علي. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم. وادي اللبن زي ما احنا شايفين كده، وقضينا على مشكلة اللبن اللي بيتشرب في أي وصفة لأم علي بالطريقة دي زي ما قلت لكم. وعيدوا الفيديو لو انتم ما خدتوش بالكم من الطريقة أو من الوصفة، وإن شاء الله هتعجبكم وأحلى أم علي. وبكده عملنا تاني وصفة للرقاق، وعملناها بالرقاق المكسر وما رميناش أي حاجة. ودي طريقة تانية للرقاق برضو، فكرة جديدة هنشوفها مع بعض. زي ما قلت لكم أنا عملت رقاق هنا ما حبيتش ان هو يبقى طري، ما سقيتوش وهو سخن، سقيته على البارد. ليه؟ عشان هضيفه على اللبن. طب لو انا حابه اكله سخن كده خلاص تمام، زي الفطير بالظبط هنعمله، او زي الرقاق ونطريه، ويبقى الرقاق معانا زي ما قلنا يبقى سخن لسه طالع من الفرن، والعسل يبقى دافي وهيطرى معانا، وهيبقى برضو مرضي جدا. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده برضو هيبقى طعمه حلو قوي. كده خلاص عملنا وصفات للرقاق بفكرة جديدة، ونسينا بقى الرقاق اللي باللحمة، ونسينا صينية الرقاق وسندوتشات الرقاق ورقاق الكريب والأشكال الكتيرة والأصناف الكتيرة اللي اتعملت منه. لا، اعملي الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك. يلا قوموا جربوا الوصفة على طول، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. لايك للي لسه ما حطش لايك، واشتراك للي لسه ما اشتركش في القناة، وارفعوا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد والفيديوهات كلها توصل لكم. دمتم بخير وعافية.